السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم الفيديو مالنا راح نسوي خبز العيش المصري. هذا العيش المصري طريقة سهلة وبسيطة وموفرة وبالبيت، والطحين بالبيت خير ان شاء الله. هاي الطريقة شوفوها، خليكم ويانا، دخلوا على الفيديو شوفوا لي الطريقة. شوفوا هاي الكمية كلها سوت 25 قرصة، يعني 25 رغيف عيش، من 3 كواب طحين صفر، وكوب واحد طحين الأسمر، يعني الطحين العادي البلدي الحصة، شو سموه انتو. خليكم ويانا وشوفوا الطريقة. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم الفيديو مالنا راح نسوي خبز العيش المصري، الطري طبعا، من الطحين الصفر وطحين العادي البلدي الحصة. يعني حنضيف هنا، هذا المقياس مال الكوب، نضيف 3 كواب طحين صفر، نفس هاي الكمية طحين صفر. هاي ضفت، طبعا أنا ناخلتهم، يعني 3 صفر، 3 كواب صفر، نفس المقياس مال الكوب الواحد، وكوب طحين أسمر. حضيف ملعقتين شاي رز، العفو سكر، وحضيف قليل من البيكنج باودر، يعني نص ظرف، وحضيف ظرف كامل خمرة، حضيف ذرة ملح، يعني فشي بسيط. هذا أضيف لهم زيت طبعا. أنا هسه راح أخلط المواد هاي، أجانسها. حضيف لهم زيت تقريبا 3 ملاعق، يعني 3. المي حسب اللي انتو تشوفوا، حسب نوع الطحين، شوف ايش قد ياخذ. انا راح اعجن بهذا، يعني هاي تقريبا هالشكل، واشوف ايش قد راح ياخذ مني كم قلاص مي. حضيف لهم ملعقة خل واحدة، وحضيف المي، واشوفه ايش قد ياخذ مني مي. راح اكمل العجين اني طبعا. لا تنسون اللايك وصلوا على النبي، ونبدي بسم الله، وراح نبدي نعجن. هاي كملت العجين، طبعا اخذ من عندي 3 يعني كوابة مي، 3. وتخلوه يعني المكان اللي يكون يعني حسب حرارة المكان، يعني وقت التخمير، يعني مثلا نص ساعة 3/4 ساعة، حسب المكان وحسب يعني الجو اللي يكون حار أو بارد. أنا هسه غطيته بنايلون، وحغطيه بهاي، ويمن يختمر نشوف الطريقة. مر العجين بقى شلون ما شاء الله. بلل ايدينا شوية، راح نشنقه هسه، نسوي كور صغار. انتو الحجم اللي يعني تردوه هالشكل. هالشكل خليها هنا. بعد وحدة اسوي قدامكم. راح اكمل الكمية كلها وارجع لكم. هاي كملنا، شنقنا العجين، سويناه كور. راح نغطيه ونرجع له فد نص ساعة حتى ترتاح. كل ما ترتاح العجينة يكون احسن. طبعا هاي راح نفرشها هسه بالشيبك. واني هنا علقت الطباخ على هاي، هنايا عندي مقلاة مال خبز ومال الكريب، أنا خليت النار متوسطة عليها. راح أخليها
بس تشمع رأسا أقلبها، ما أبقيها. شوفوا ما شاء الله، شوف شلون دت النفخ. بعد شلون صارت عالية. راح أكمل الطريقة كلها. هاي خليت الثانية، هاي كملتها. هاي بس تشمع أقلبها. هاي كملت الخبز، شوفوا شلون خفيف. يعني يفيد بالبيت، كل شي يصير، يعني واحد مثل ما عنده ما يقدر يطلع يجيب، والطحين بالبيت خير. إن شاء الله الفيديو عجبكم، نتمنى نشوفكم فيديو جديد على الخير والبركة. لا تنسون اللايك. أنا شيف سحر، مع السلامة.